السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم فقاص رولي بجوج ديال المذاقات، مذاق اللوز ومذاق الشخلاط. كيجي غزال روعة، اقتصادي سهل في التحضير، زائد ان المذاق ديالو مخالف ولا مغاير للفقاص اللي تعودنا عليه بالزرارع ولا بالفواكه الجافة. اذا ما نطولش عليكم ندوزو مباشرة للمقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. في المقادير احتاجي 3 ديال البيضات يكونوا حجم كبير، كاس ديال السكر سنيدة ممكن اقل بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه. عندي هنا كاس مخلط ما بين الزبده مذابه والزيت النباتيه، نص كاس ديال الحليب، كيس من السكر المنسم بالزهر، ملعقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشماش الخاص بالاكل. اذا كنطحن هاد العناصر كلهم مزيان في الخلاط ديال العصير حتى كيندمجوا وكيتقال الخليط كيرجع بحال الكريمه. هاد المرحله ضروريه لانها من بين العوامل او الاسرار اللي كتخلي الفقاص انه يجي ناجح. اذا من بعد كنفرغ المحتوى ديال الكاس ديال العصير في قصعه ولا في شي اناء يكون غارق واحد شويه. وهنا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي هي نص كيلو. كندير نصف الكميه وكنضيف لها كيس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. اذا كنبدا ندخل الدقيق في الخليط بشويه بشويه، ثم كنضيف ما تبقى من داك 500 غرام. كنستمر في العجن على هذا الشكل حتى كنحصل على عجين اللي يكون مرخوف واحد شويه. اذا هنا غادا نقص منه تقريبا نصف زلافه، واحد الكميه اللي ماشي بزاف، تقريبا الربع ولا اقل من الربع ديال العجين. وباقي العجين غادا نضيف له 70 غرام ديال اللوز كونكاسي اللي يكون ما محمرش طبعا، اللي ممكن تعوضوه بالكاوكاو كونكاسي، او تاخذوا واحد الكاس ديال اللوز مثلا تمسحوه من الغبره ديالو وتهرمشوه رقيق. وغادا نزيد تقريبا 50 غرام ديال الدقيق، وغندخل مزيان داك اللوز والدقيق في باقي العجين حتى كنحصل على العجين اللي يكون متماسك، ما يكونش خفيف وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح. اذا منين العجينه كتشد راسها ما كتبقاش تلتصق باليد صافي كنحبس عليها من الدقيق. غنجي لداك الجزء اللي متبقي اللي خليت قبيله، غنضيف له كيس ديال الكاكاو المر، ما يعادل تقريبا ملعقه كبيره مملوءه جيدا. والناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الكاكاو ممكن يديروا حتى 2 اكياس. وكنضيف واحد 50 غرام تقريبا ديال الدقيق. اذا مجموع الكميه ديال الدقيق اللي احتاجيت في هذا الفقاص تقريبا 600 غرام. كنرجع العجين الابيض كنقسموه على جوج، كناخذ الجزء الاول كنطلقوه ما بين جوج بلاستيكات بالمدلك، كنطلقوه على شكل مستطيل او على شكل مربع بسمك اللي يكون متوسط، يعني ما نرققوش اكثر من القياس وفي نفس الوقت ما نخليهش غليظ. اذا شوفوا هذا هو السمك اللي خصني نحصل عليه. اذا كنحتفظ به على جنب. كناخذ العجين ديال الكاكاو حتى هو بنفس الطريقه كنقسموه على جوج وكنطلقوه ما بين جوج بلاستيكات، وهذه المره السمك ديالو يكون رقيق مقارنه مع العجين الابيض. يعني حاولوا ترققوا العجين ديال الكاكاو اكثر من العجين اللي فيه اللوز. هنا خديت واحد البيضه كامله، ضفت لها كيس من السكر المنسم بالزهر اللي ممكن تعوضوه بكيس ديال الفاني، غير باش ما كتبقاش ديك الزفوريه ولا ديك الريحه المجهده ديال البيض. اذا كندهن السطح ديال العجينه ديال اللوز مزيان بالابيض بالبيض عفوا، وكنوضع فوق منها الطبقه الثانيه او العجينه الثانيه اللي هي العجينه ديال الكاكاو. اذا كنحاول نضغط مزيان هكا باليد ديالي باش كيلتصقوا مزيان وما كيتفتحوش من بعد او ما كيتشكلوش هذوك الفراغات في الحرابل ديال الفقاص. كنعاود ندهن مره اخرى، الدهنه تكون خفيفه بالبيض، وكنبدا نحربلو على هذا الشكل هذا دائما بالاستعانه بديك البلاستيكه اللي كتكون عندي لتحت ما كنزولهاش، وكنبدا نلوي بها العجين على هذا الشكل هذا. انا هنا قسمت العجين على جوج، ممكن تقسموها على 3 عوض يعطيكم 2 حرابل غيعطيكم 3 ديال الحرابل. انا هنا كان حاجتي بالقطع ديال الفقاص يكونوا شويه كبار، داكشي علاش قسمته على جوج. الا بغيتوا القطع ديال الفقاص يجيوكم شويه صغارين اولا متوسطين قسموا العجين على 3. اذا كنبدا نلوي على الشكل هذا حتى كنوصل للحافه ديال العجين. هنا رشيت سطح العمل بشويه ديال الدقيق وحطيت البودع على هذا الشكل هذا. ضروري رش الدقيق لان العجينه كتكون شويه رطبه وبالتالي كتلتصق.
وكنبدا كنديه ونجيب واحد شويه باش ما كيتشكلوليش دوك الفراغات في الوسط ديال الحرابل. اذا وضعت الحرابل في اللاطه اللي فرشت لها ورق الطبخ، وكندهنهم مزيان من الوجه ومن الجوانب بداك البيض اللي تبقى لي. كنحاولوا ندهنوهم مزيان باش كاملين اللون ديالهم كيجي موحد. وكيف كتعرفوا ان البيض كيعطي واحد اللون زوين الفقاص. اذا هنا خديت الفرشات وحاولت نعمل هكا خطوط، اما بشكل طولي او بشكل متعرج كيف ما بغيتو. كيف ما ممكن انكم ترشوا من الفوق اللوز كونكاسي او اللوز ايفيلي الا كان متوفر عندكم. اذا بعد ما كنسالي كناخذ واحد الكيردون او عود ديال الاسنان وكنعمل ثقوب في الحرابل، 3 حتى ل 4 ديال الثقوب في كل جهه، يعني نحاول نثقبو من جميع الجهات. هاد العمليه هذه كتخلي الفقاصي او الحرابل يتنفسوا عفوا وما يتفرقعوش في الطياب، يعني ما كيتشقوش الحرابل نهائيا في الطياب. بالنسبه للطياب اللي هي اهم مرحله، الفران ما كيكونش سخون من قبل، يعني الفران كيكون بارد. كندخل الطاوه ديالي، كنشعل النار تكون مهيله، النار تكون من الاسفل فقط، وما تسدوش الفران، يعني دائما الفران يبقى مبسم واحد شويه. بعد مرور تقريبا 50 دقيقه اولا 45 دقيقه وكيبان لي ان الفقاس بدا كيتحمر من الجوانب، كنطفي من الاسفل وكنشعل من الفوق غير كيدهب. صافي كنخرج الفقاس، كنغطيه بواحد الفوطه ونضيف عليه واحد القطعه ديال البلاستيك وكنخليه المده الكافيه. الا كنت مزروبه كنخليه واحد 3 حتى 4 ساعات. الا كان عندي الوقت وهي من الاحسن تخليوه ليله كامله حتى كيبرد وكيشد راسو مزيان. ومن بعد كنبدا نقطعوه هكا بسكين اللي يكون شويه ماضي، وكنقطعو بالسمك اللي يكون 4 حتى ل5 مليمتر، يعني ما يكونش رقيق بزاف باش ما يعوجلكمش في التحمار، وما يكونش عاود غليظ كيجي هكاك الشكل ديالو باسل. اذا هذا هو الشكل ديال الفقاس من بعد ما كنقطعو، كيجي طايب من الداخل ديك نص طيبه، كيجي الشكل ديالو زوين كيف قلت لكم ومختلف على الفقاس العادي اللي كنعرفو. من بعد كنستفو في واحد اللاطه وكندخلو يتحمر على نار مهيله. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس من بعد ما تحمر، كيجي فيه واحد اللون رائع كيشهي. بلا ما نهضر لكم على المذاق، داك المزيج ديال اللوز مع الشوكولات كيجي المذاق ديالو كيف قلت لكم مميز ومختلف على الفقاس العادي اللي كنعرفو. اذا كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وتعليق محفز. خليتكم على خير والى فيديو قادم بحول الله.